انت عارف يا صديقي ان المصريين القدماء كانوا بارعين جدا في علم الرياضيات. ومن اهم النصوص اللي بتاكد على كده برديه اسمها رند. البرديه دي بيرجع تاريخها ل 1650 قبل الميلاد. تم العثور عليها واشتراها الكسندر هنري رند سنه 1858 ميلادي، وهي موجوده حاليا في المتحف البريطاني. البرديه دي كتاب تمهيدي واتاخد منها كتير قوي في علم الرياضيات. طب ايه الاسباب اللي خلت المصريين يهتموا بالرياضيات قوي كده؟ اولا علشان يقدروا يبنوا المعابد والاهرامات والاثار العظيمه بكل الدقه اللي احنا شايفينها دلوقتي. ثانيا كانوا بيعتمدوا عليها في الزراعه عشان يحددوا الفصول المناسبه لان هم بيعتمدوا على فيضان النيل. ثالثا الكهنه المصريين استخدموها في عمل التقويم المصري. رابعا كان في كتبه محترفين هم اللي بيفرضوا الضريبه والمعاملات التجاريه، فكان لازم يكون عندهم خلفيه كبيره في علم الرياضيات علشان يقدروا يعملوا ضريبه مناسبه والمعاملات التجاريه تكون صحيحه. وبس يا سيدي، هي دي كل المعلومه.